السلام عليكم. اللهم صل وسلم على الحبيب. هادشي زعما كتر عندنا بزاف. الله يدير لينا شتاوية الخير في هاد البلاد. والله يرحمنا بالرحمة ديالو، والله يجعل ربي ينزل علينا الغيث باش يطفى الغضب ديالو سبحانه وتعالى. هاد الشاب سميتو فيسبوكي معروف محمد بن درغو. اختفى داك الاثنين. يعني كان مقطع الفول عنده يمشي لقطر، موجد مسكين شاري التونيات، شاري الرايات، دير مع صحابو ومحط الباليزه، جمع حويجاتو. هادشي الكلام ديال المراه ديالو اللي غادي تقولها. كتحكي الاعلام لانه من نهار اثنين اختفى، خرجت الاعلام، بلغوا الشرطه هي والاخ، العائله ديالو وخصوصا الاخ ديالو. السيد خرج ما بقاش، رجع مشى لعند واحد البرلماني، ولد البرلماني، كيتعامل معاه معاملات تجاريه. وكيتسالو 372 مليون كما صرحت الزوجه ديالو الاخ ديالو. ومشى يجيبهم وخلى صحابو جوج في الدار لانه كان كيجمع في الحوايج وجد كل شيء، يعني غادي خارج المسافر باش يمشي كما قلت لقطر. فمني تعطل بلغت البوليس وخرجت الاعلام كتعاود كتقول لهم حنا شكينا في السيد لان هادشي بزاف. هو اخر واحد كيهضروا مع صحابو والزوجه ديالو كيقول لهم الميساجات الاخرين اللي وصلوهم، وانتما غيتقطع الخط ديالو بان راه هو باقي مع السيد باش غيعطيه غير. السيد قال لي غنعطيك غير شي حاجه، لانه كيتعامل معاه وكيتعامل مع ناس كثيره اللي كيشهدوا بالطيبوبه ديالو، بانه كيتعامل بواحد الجديه وبواحد الصدق. فمني بلغوا كما قلت لكم الشرطه جاو، وبقات الاتهامات كلها لذاك الابن البرلماني هو الاخراني معاه. ما عرفتش انا هاد الناس ديال اللي عندهم سلطه ونفوذ في البلاد ولادهم علاش خارجين بهذا الشر، واش عارفين ظهورهم محميين، يعني كيقتلوا في الشعب والدنيا لان ظهورهم محميين بوالديهم. ما فهمتش هادشي اتهامي. انوار بزاف، يعني هادشي ولاد الفشوش بزاف يعني. الله يدير لينا شتاوية الخير. وكان نعرفوا حنا بان القانون فوق كل شيء، ونتمنوا ان هذا الولد يتنصف ويتخاذ ليه حقه، لان غادي يلقاو واحد الجثه مفحمه. وقبل ما يلقاو هاد الجثه غادي يبلغوا يتهموا السيد، وغتمشي الشرطه كما كيقول الاخ ديال محمد بانهم داروا معاه استجواب عادي وصافي. قال لهم انا خليته حطيته، مشى يشري، قال لهم انا اللي كنت سالو الفلوس، وراه مشى يشري حطيته. قال لك بغى يمشي يشري واحد الفيلا، ومرته قالت لك انا ما عمر ما هضر الزوج ديالي اي حاجه كيديرها ضروري كيتشاور معايا، ما عمر ما كيخبي عليا، ما يمكنش يكون باغي يشري ارض فيلا وما يقولهاش ليا. فهنا كيتفاجئوا. دازت واحد المده، هذا السيد غادي يلقى جثه مفحمه وهو دايز في الطريق. المهم قال لهم انا ديز لقيت واحد، بانت لي جثه تم، غادي مسكين خرج للشارع عيط على واحد السيد قال لي اجي تشوف معايا، راه بحال كاينه واحد جثه انسان محروقه. فمني كيقربوا كيلقاو الكلاب دايرين بها كينهشوا فيها وكيجروا لها، يعني قطعوا لها ايد كالوها، يعني جروا ايد والوجه كالو تا هو، كالو بزاف الاطراف منه على ما كيعاود هذا السيد الصحافه. المهم داوه للطب الشرعي وفعلا عرفوا بان الجثه راه ديال محمد بن درغو. انا لله وانا اليه راجعون. اللهم اجعله من الشهداء والصديقين. شنو ذنب هذا السيد؟ انه غادي ياخذ غير رزقه اللي كيتسالو، وقال ليه جديه وكل شيء كان حاضر صحابو، يعني جوج معاه. سمعوه ملي قال لي اجي، وقال لهم غادي نمشي دغيا وغادي نرجع. السيد كيقول لهم انا حطيته في البلاصه الفلانيه وراه باغي يمشي يشري فيلا ولا ما عرفت شنو، داك التخربيق كيخربق عليهم باش يبعد التهمه. ولكن الروح عزيزه عند الله، وان شاء الله غادي التحقيقات تاخذ المجرى ديالها، وغادي يعرفوا القاتل اللي هو شاكين فيه عائلة محمد. 100% هو ابن البرلماني، صفاها ليه على قبل الفلوس باش ما يعطيهمش ليه. إنا لله وإنا إليه راجعون. هادشي اللي غنقولو. وغادي تشوفوا المكان اللي تحرق فيه، يعني تقتل في بلاصة أخرى وعاد جابوه تما. السيد كيعاود كيقول بأن الجثة يعني تفحمت وتطراصاو، يعني تطراصاو الرجلين والقزده
ولي الدين يعني مطراسي داكشي، لانه كنت حرقت في بلاصه اخرى عاد جات ما غاديش يكون. قال لك راه كان باقي كلشي يهزو هذوك العواد اللي كانوا دايرينهم مشعلينه باش يحرقوا الجثه، داك الرماد كلشي هزوه الشرطه العلميه والتقنيه باش يديروا عليه بحث معمق. وكنتمناو الحق يرجع للموالي، هادشي نطلبوا من الله.